عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتدخل على لينكد ان وبعد كام مرة بتزهق وتسيبه؟ تخيل فريلانسر زيه بدأ متحمس على لينكد ان وعمل بروفايل، بعد محاولة واتنين وتلاتة الحماس قل عشان ما كانش فيه نتائج فسيبته ومشيت. ده اللي حصل معايا في الأول لحد ما اكتشفت الغلطات اللي وقفتني وبتوقف الناس. النهاردة هقولك على الحاجات اللي بتخلي الناس تسيب لينكد ان عشان تتجنبها وتنجح عليه. أول غلطة انت بتعملها وانك بتبدأ من غير خطة. بتدخل على لينكد ان وتبدأ تنزل بوست واتنين وتلاتة وبعدين بتوقف، زي واحد دخل الجيم وبعد اسبوع قعد عشان مفيش نتيجه. لينكد ان محتاج استمراريه وخطه طويله المدى، فانت حدد هدفك وشوف هل انت عايز تجيب عملاء جديده ولا وظيفه، عشان الهدف بتاعك لو مش واضح انت هتزهق بسرعه. تاني غلطه بتعملها وانك بتبقى مستني نتائج سريعه. بعد ما تقعد اول كام يوم تنزل بوستات تتفاعل مع الناس بتبقى مفكر ان العملاء هتموت عليه عشان تشغلك، ولو ده ما حصلش بتزهق وتسيب لينكد ان. لينكد ان كل ما حطيت فيه مجهود كل ما هتلاقي نتائج، حتى لو النتائج بطيئه في الاول بس مع الوقت هتلاقي النتائج بتتحسن. تالت غلطه انت بتعملها وانك بتقارن نفسك بناس بقالها سنين على لينكد ان. لو شفت حد منزل بوست جايب تفاعل كتير بتبدا تقول لنفسك انا عمري ما هوصل للمستوى ده، فتقرر توقف وانت لسه في الاول. المقارنات دي بتدمر اي دفع عندك. قولي بصراحه ايه اكتر حاجه وقفتك قبل كده على لينكد ان، ولو عايزني اعمل لك جزء تاني اكتب لي في الكومنتات.